جماهيرية كبيرة. أقول للمغرورين أسألكم سؤالا: من هو أعظم داعية أرسله الله؟ سيدنا محمد. ومع أنه أعظم داعية أرسله الله إلا أنه في وقته ظهر مسيلمة الكذاب يدعو هو الآخر إلى النبوة وأنه النبي، فترك الناس سيدنا محمد وذهبوا إلى مسيلمة الكذاب. وكان من بين الذين ذهبوا إلى مسيلمة الكذاب صحابي يسمى نهار، وكان من أعلم الصحابة، وأرسله الرسول إلى مسيلمة ليدعوه إلى الإسلام، فجلس مع مسيلمة وترك سيدنا محمد. هل كان هذا دليل نجاح مسيلمة وفشل النبي؟ هل كان هذا دليل نجاح مسيلمة وفشل النبي بدعوته؟ لماذا ذهبوا إلى مسيلمة؟ لأن مسيلمة ترخص لهم في كل شيء. محمد بيحرم ايه؟ بيحرم كذا وكذا وكذا، لا أنا عندي حلال. عمرو خالد نفس المصيبة، اللي عايزة تغني غني، ولنا خطبة بحالها عن الغناء إن شاء الله وستسمعون ماذا قال فيها عمرو خالد. اللي عايزة تصيف تصيف، اللي عايزة تحط شرب على دماغها وبلاش حجاب تحط، اللي عايزة تمشي ببنطلون تمشي، اللي عايزة تختلط مع الرجال تختلط، وكل ده الكلام ده عندي بالصوت والصورة. فرخص في كل شيء، كل شيء رخص فيه. بل اسمع الى هذه الفتوى التي رد عليها علماء الازهر في جريدة الجمهورية. عمرو خالد قال: اذا ارادت الفتاة ان تتحجب ولم تتحجب لكن في نيتها الحجاب، اعطاها الله يوم القيامة ثواب المحجبة سواء بسواء. وعلماء الازهر الحمد لله ردوا عليه فيها بجريدة الجمهورية. ذهبوا الى مسيلمة الكذاب وتركوا سيدنا محمد. اعطيك مثالا: كان هناك داعية منذ سنوات قليلة يسمى حسن شحاتة، مسجده تحت كوبري الجامعة يعتبر كان اكبر مسجد في مصر يحضره الناس، وكان يظهر في برنامج اسماء الله الحسنى. أتدرون ماذا فعل هذا الداعية الذي التف حوله الآلاف المؤلفة؟ أحل زواج المتعة فزوج فتيات الجامعة، وأخذ يسب الصحابة واحدا بعد الآخر، وظهر أنه شيعي، وجاء الأزهر وسجل له شتمه لصحابة رسول الله، ورفع الأزهر عليه قضية، وحرم من الخطابة واعتقل وسجن ومنع إلى الأبد. كانت الناس كلها بتشوف التلفزيون في أسماء الله الحسنى، كانت الناس كلها بتشوفه، وشوف الراجل الحلو ده عمال يقول كلام كويس، طلع شيعي وبيشتم الصحابة وبيحلل زواج المتعة. هل كانت هذه الآلاف التي تسمع حسن شحاتة دليل على نجاح حسن شحاتة؟ أبدا والله. أهؤلاء دعاء نجلس أمامهم؟ والله الذي لا إله غيره، منذ سنوات وفي شهر رمضان